السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات رسائل من النبي. موضوع النهاردة يعني يمكن هو مشهور شوية. معظم الأئمة في المساجد بتقوله الناس كتير واخدة بالها من الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حديث مشهور جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. روح القدس المؤسس به اللي هو سيدنا جبريل، ده المقصود به. نفس في روعي يعني نزل الوحي، نزل على سيدنا محمد وأخبره بكده أن نفسا لن تموت، يعني مفيش حد هيموت، مفيش نفس هتموت حتى تستكمل رزقها. يعني رزقك مكتوب لك، مكتوب لك. انت مكتوب لك الشيء الفلاني هتاخده، مكتوب لك تتعلم هتتعلم، مكتوب لك تعيش 60 سنة هتعيش 60 سنة، مكتوب لك تعيش سنتين هتعيش سنتين. كلها أمثلة يعني. فالحياة في ذات نفسها رزق، الحياة نفسها يعني مقدار الحياة نفسه رزق. الله سبحانه وتعالى قد يؤخر رزقه لعباده اختبارا وابتلاء. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأخر عليك الرزق اختبار وابتلاء ليك. الرزق بقى اللي هو مثلا ممكن انت مثلا، انا والله العظيم انا محتاج الشيء الفلاني دوت، بس مش عارف ايه اللي معطلني لحد دلوقتي مش راضي يجي. ما هو ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى معطله عليك او مأخره ليك، بس ده ابتلاء واختبار ليك، وفي الاول وفي الاخر هيطلع هو مصلحة ليك انت، ويطلع خير ليك انت، ويطلع تمام ليك انت. ف فهو ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيأخر الحاجة لطفا بعباده، مش اللي هو مش فكرة المنع. دايما اطلب رزقك بالحلال، ما تستعجلش الترقية في الوظيفة بالنميمة وبالرشاوي وبالكلام ده كله. لا، خليك دايما في طريق الحلال. ما تستعجلش الرزق الطيب بالحرام. ما تستناش مثلا لا والله الوظيفة دي مش مقضياني زي بقية الناس، مثلا بقبض الفلوس دي مش مقضياني، لا 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 انا هروح انا هسرق. فالسرقة دي بالنسبة لي بتجيب فلوس كتير قوي، فيستعجل رزقه بس بيستعجلوا بالحرام. ده كله غلط. ما تستعجلش اي حاجة توديك لطريق غلط. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ايه: ولا يبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ربنا سبحانه وتعالى لو اتاح لنا الرزق كده لاي حد فينا او الناس كلها، خلاص انت اللي تطلبه تتمناه اللي هتطلبه وتتمناه هتلاقيه قدامك. صوت تعبان قوي بجد، تعبني، فادعوا لي بالله عليكم يعني. اللي هتطلبه وتتمناه هيجي لك كده على طول. ممكن ناس كتير اصلا حالها يعني ما يبقاش كويس. ممكن ناس تبوظ في الارض، ممكن ناس تفسد في الارض بسبب ان الرزق متوفر ليهم. في ناس علاجها ان هي يبقى ممسوك عليها. يعني في ناس ربنا سبحانه وتعالى عارف ان هي علاجها، وعارف ان هم الراجل ده والست دي هيبقى صالح لو الرزق اتمسك عليه شويه، فربنا سبحانه وتعالى بيمسك عليه الرزق. انما طول مثلا ما ده متوفر له الرزق والنعيم، لا هيبغى يفسد في الارض. فهو سبحانه وتعالى ونزل بقدر ما يشاء. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي خلقنا وعارف احنا فينا ايه. فبالتالي هو عارف احنا بنفكر ازاي، عارف ده يفكر ازاي، وعارف ده يمشي ازاي، وعارف ده نظامه ايه. فانت ما تستعجلش الرزق، رزقك هيجيلك حتى لو انت مصاب بايه بالله، رزقك هيجيلك. فقط ما عليك انت ادعي وقول يا رب وسيب على الله، ورزقك هيجيلك لو انت في سابع ارض. بس دي موضوعنا النهارده. اتمنى الفيديو ان شاء الله عجبكم. ادعوا لي بجد عشان انا تعبان قوي، صوتي وجعني على الاخر يعني. بقى له الموضوع ده بقى له مده كبيره، اول مره تحصل لي ان صوتي يفضل كده. خدت علاج كتير برضه لسه زي ما هو. فادعوا لي بالله عليكم يعني. وزي اي كل فيديوهاتنا ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتشارك الفيديو مع غيرك عشان تاخد الاجر والثواب. والسلام عليكم.